الجسد اليمني كان أكبر علة مصيبة للجسد اليمني هو التفرق والتشرذم، وكان هذا أكبر رصيد ومخزون يستفيد منها الخصم الحوثي، تشتت وضياع جهود أبناء اليمن وتمزق بوصلتهم يمينا وشمال. وكان هذا هو الرصيد الذي استفاد منها الأئمة أيام حكمهم اليمن، والذي استفاد منها الحوثي حتى نال ما نال من السيطرة والنفوذ في اليمن، والذي استمر بقاءه طيلة هذه الفترة. ما نراه اليوم هو مشهد من مشاهد التعافي ومشهد من مشاهد الصحة للجسد اليمني. الكلام في هذا الحديث حتى وإن تكرر لأنه مربط الفرس. اليمنيون إذا اتحدوا سيقهرون أي قوة غاصبة أتت عليهم، وإذا ظلوا متفرقين سيكونوا فريسة لهذا المشروع الغازي أو لغيره من المشاريع. فمشهد الاتحاد، مشهد القوة، مشهد التناغم هو مشهد وطني يسر الخواطر ويبعث على البهجة في النفوس. نتمنى أن ينعكس ذلك إلى برامج جادة أكثر من قضية كلام، ومن قبل القيادة السياسية من كل الأطراف، ويتم تبادل الثقة على أسس سليمة ومتينة وتبديد المخاوف من كل الأطراف عند كل الأطراف حتى نصل إلى مبتغانا. وهذا ما سيكون إن شاء الله باتحاد اليمنيين، ستعود إليهم جمهوريتهم في حضنها العربي ومحيطها الإسلامي الدافئ الذي لن تتخلى عنه أبدا. أبارك للجميع هذا المشهد الطيب، وأكرر ترحيبنا بالعميد طارق دويد بهذه الزيارة المباركة إلى مارب وإلى القضية التي نعيشها جميعا. وشكرا للمضيفين في هذا اليوم إخواننا آل جهم على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافة، والسلام عليكم ورحمة الله.